السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل بقى تجربة على مكنة الوافل اللي كنا جبناها من شركة سوكاني، السبعة في واحد، السبع قوالب. كنا عملنا عليها ريفيو انبوكسنج وقلنا المميزات والمواصفات بتاعة الجهاز. إن شاء الله بإذن الله تعالى هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، اللي ما شافوش يشوفوا الأول. وكالعادة في بداية كل فيديو بطلب منكم إن أنتوا تدعمونا على قناتنا من خلال إن أنتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكود بتاع الجهاز دوت هو مكنه سوكاني الاس كي 907 7 في 1 7 قوالب. افضل جهاز نزل من شركه سوكاني من وجهه نظري، موجود في مصر وموجود عند معظم التجار وموجود اونلاين، واللينك بتاع الشراء بتاعه موجود في الفيديو بتاع الانبوكسنج اللي حابب ان هو يجيب الجهاز ده. الاطفال بيحبوا الوافلز جدا، وبقت حاجه مشهوره جدا دلوقتي وكلنا بننزل نشتريها ونجيبها من بره، فليه لا ما يكونش عندنا جهاز زي ده في البيت. الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا، وفي نفس الوقت كمان نعمل تجربه كامله كده ونشوف من خلال الفيديو هل فعلا الجهاز ده هيطلع جوده كويسه للوافل ولا لا. الاحسن حاجه ان احنا نروح نجيبها من بره. طبعا الموضوع بسيط جدا، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنجهز الدقيق والادوات، ودي سهله قوي من على اليوتيوب او من اي من على الانترنت. سهل يعني ان احنا نوصل لطريقه عمل العجينه بتاعه الوافل، وبعد كده بنجهزها في 5 دقائق ما بتاخدش وقت. وبعد كده بفرشه كده فيها شويه زيت بنبدا ان احنا نمسح القالب نفسه زي ما هوري لحضراتكم كده في الفيديو اهو، بفرشه بس بفرشه كده بشويه زيت بنبدا ان احنا نمسح بس الجريل علشان بس ما تلزقش العجينه فيها. حاجه بسيطه خالص، وطبعا فوق وتحت لان الجهاز بيشتغل فوق وتحت، القطعتين بيسخنوا في نفس الوقت بس. وبعد كده بنبدا نصب العجين في المكان المخصص ليه جوه القوالب الموجوده دي. تعالوا نشوف كده مع بعض اهو. موضوع سهل جدا ويقدر كمان اي حد يقدر يعمله، بس نخلي بالنا عشان السطح بتاع الجهاز بيكون سخن جدا، فلازم نخلي بالنا عشان بس محدش يتلسع لا قدر الله. بس بنبدا ان احنا اهو بنصب القالب ونعمل كمان في نفس القالب التاني، ونبدا ان احنا بعد ما نخلص نقفل الوش بتاع الجهاز وننتظر. بصراحه شفت ناس كتير كانت بتتكلم فيه ان انا استنى لحد ما اللمبه اللي هي الخضراء تبدا ان هي تنور، لكن اللي انا حسيته ان الجهاز لا، لو انا استنيت مثلا الدقيقه او الدقيقتين، مثلا هو بياخد من دقيقتين ل3 دقائق على ما اللمبه اللي لونها اخضر دي تبدا ان هي تنور. ممكن يكون جزء من الوافل نفسه اتحرق، فانا بفضل بصراحه ان كل دقيقه مثلا، يعني كل دقيقه مثلا نفتح كده نبص. وهي فيها ميزه جامده جدا ان انت لما بتفتح بتروح موقفه على طول، يعني حتى صوت التسخين بيروح واقف اوتوماتيك على طول. لكن في بعض الناس قالت لا نسيبها لحد ما اللون الاخضر ينور. لما جربتها وهوريها لحضراتكم برضو في الفيديو، حسيت ان في جزء كده زي ما احنا نقول كده اتلسع، يعني فيها جزء كده اتلسع. فالافضل ان كل دقيقه كده نفتح نبص بصه لو محتاجين نبدلها، او مثلا نجيب الجزء اللي قدام ورا وورا قدام. ممكن وارد ان يبقى في حته جزء التسخين فيها اعلى او اقوى شويه من الجزء التاني. تعالوا كده اوري لحضراتكم بعد ما خلصنا النتيجه هيبقى شكلها عامل ازاي. تعالوا كده نفتح مع بعض اهو. كده فات تقريبا دقيقه او دقيقه ونص كده، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هي طبعا لسه ما استوتش، بس دي الحته اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، في جزئيه احمرت ولسه الجزء اللي ورا لونها ابيض. فاحنا الاحسن ان احنا نفتح ونقلبها زي ما انا بقلبها في الفيديو كده بوريها لحضراتكم يعني، ونسيبها دقيقه كمان ونشوف مع بعض كده بعد دقيقه. بص شكلها بقى عامل ازاي، ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا ما شاء الله، يعني منظرها تحفه حرفيا يعني. طبعا كل واحد فينا بيبقى له درجه تسويه غير التاني، يعني في حد بيحب الوافل تبقى محمصه جدا وتبقى يعني مقرمشه، وفي حد تاني ممكن لا انا عايزها تبقى طريه شويه. فهي في اللحظه اللي انا بشيلها دلوقتي في الفيديو دي كانت طريه، يعني كانت الوافليه بص شكلها عامل ازاي تحفه، يعني شكلها جامده جدا ما شاء الله، والكواليتي عاليه جدا. يعني مش ناقصها بس غير الشوكليت مثلا او ايا كان الحاجه البودنج اللي هنحطه عليها من فوق، وهتبقى ممتازه جدا مفيش فيها اي مشكله. عملنا وش تاني وسبناه بقى يتحمص. بصوا يا جماعه ده الحاجه اللي انا بقول لحضراتكم عليها، يعني لو شفنا كده رجعنا قبل الفيديو شويه لورا هنشوف تسويه. وبصوا هنا التسويه دي شكلها عامل ازاي، يعني عملنا 2 تانيين شوفوا لونها ذهبي وشكلها تحفه احلى من اللي بنجيبها من اي محل. وممكن كمان نتحكم في درجه التحميص بتاعتها، يعني ممكن حد يشوف فينا دي لا ان دي اتحمصت جامد قوي، فينا حد تاني ممكن يبقى شايف ان هي لا ده الدرجه دي ممتازه، يعني على حسب ما احنا شايفين. في كل الاحوال لو احنا حابين نطلعها طريه او نطلعها محمصه جامد، نقدر ان احنا نتحكم ده بسهوله جدا من خلال الجهاز ده. وش تاني اهو بنعمله برضو ونشوف كده تجربته كده هتطلع شكلها عامله ازاي. الموضوع بسيط جدا وسهل خالص يعني.
نبص كده مع بعض بعد ما بدأت تستوي كده، نشوف شكلها بقى عامل ازاي. شكلها برضو حلو قوي وجميلة ما شاء الله. الوش ده لسه طبعا ما استوتش، محتاجة شوية كمان. وزي ما قلت لحضراتكم على حسب ما احنا بنحب درجة التسوية. في حد بيبقى حابب الوافل تبقى طرية، الوافلاية تبقى طرية شوية، ما تبقاش محمصة جامد يعني. وفي حد تاني لا، لازم تبقى محمصة ومقرمشة قوي. على حسب درجة التسوية. الجهاز ما شاء الله تحفة. نبص كده بعد ما طلعناها، يعني عند الدرجة دي كويسة جدا. ممكن تتحمص كمان شوية، وممكن تطلع على كده برضو. الوش ده ممتاز جدا، مفيش فيه اي مشكلة خالص. وتعالوا مع بعض نجرب ونشوف وش تاني. ده برضو وش تاني هو من الوشوش. تعالوا برضو نحطه كده ونصب فيه العجين ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. تركيبه سهل وبسيط جدا، مجرد بس ما بنحط الوش فيه المجرى بتاعه بنلاقي الموضوع بسيط، وبنلاقيها ركبت بسهولة جدا يعني. برضو دهنا بالفرشة كده زيت سريع كده بس على القوالب كده. وزي ما حضراتكم شايفين بالمعلقه بنقدر ان احنا نصب العجين بسهوله، ما بتاخدش يعني اي وقت. وهي بالظبط ما بتكملش يعني بتكملش دقيقتين 3 دقايق زي ما قلنا، على حسب درجه التسويه بنكون مطلعين الشكل. تعالوا اوري لحضراتكم كده الشكل النهائي. بصوا كده واحنا بنسويها، حد لاحظ حاجه؟ بصوا ان الجزء الامامي دوت ما شاء الله استوى بسرعه جدا يعني، وخد لون كمان. اللي ورا لسه. فعشان كده بقول ايه، لازم كل شويه نفتح نبدل. شوف انا هعمل ايه دلوقتي. هشيل القطعه مثلا من قدام، من القطعه القدامانيه دي ممكن ان انا اقلبها، وممكن ارجعها ورا واجيب القطعه اللي ورا قدام. بس قد ايه ان القالب ده برده من القوالب اللي شكلها تحفه. واعتقد لو اتحط عليه بقى من فوق اي صوص او اي تشوكلت صوص مثلا او حاجه، هيبقى شكله تحفه، هيبقى في حته تانية خالص. بصوا قد ايه ما شاء الله الجودة بتاع المكنة ممتازة جدا ما شاء الله. والكواليتي، الكواليتي اللي بتاعة العجينة نفسها حلوة قوي، رغم ان احنا اول مرة نعمل العجينة دي من خلال الفيديو. بس بجد شكلها في الحقيقة كمان احلى بكتير من تصوير الفيديو. بصوا حضراتكم كده بعد ما خلصنا بقى، اوري لحضراتكم كده في طبق فيه كل الحاجات اللي عملناها في الفيديو بتاع النهارده. حاجات شكلها تحفه. ولو عندنا بقى صوص شوكليت كده ممتاز جدا يعني. ده كان صوص شوكليت برضو معمول في البيت عندنا. ف زي ما احنا شايفين كده بنحط على الوافلز من بره كده. وطبعا كل واحد فينا بقى حر بقى يحط بقى الاطعمه اللي هو عايزها من فوق. معظمنا بيحب الشوكولاته مثلا، فبنبدا ان احنا نعمل صوص الشوكولاته ده، او ممكن نشتريه. في ان شاء الله فيديو تاني باذن الله في منتجات اشتريناها بقى من السوق، البدايل المصريه بقى للشوكولاتات، لان خلاص احنا كلنا مقاطعين، فما بنجيبش غير منتجات معينه، منتجات مصريه. في شركات مصريه دلوقتي بتعمل شوكولاتات تحفه وباسعار ممتازه. ان شاء الله هعمل لحضراتكم فيديو، وهتلاقوا اللينك بتاعه برضو ان شاء الله في الديسكريبشن تحت الفيديو. شوكولاتات مصريه 100%. نقدر ان احنا صوصات كده ممكن ان احنا نحطها على الوافلز. وده كده الشكل النهائي. واللي انا برشه من فوق دوت شوكولاتايه جبناها عادي جدا وبنكسرناها وبنحطها كده على الوش من فوق. شايفين حضراتكم الطبق ده لو احنا هنجيبه من بره هيبقى تكلفته كام او هيبقى سعره كام؟ ده معمول بالكامل في البيت. ولو حابين ان احنا نميز نفسنا شويه، زي ما بقول لحضراتكم في شركات مصريه عامله شوكولاتات اكتر من تحفه واكتر من ممتازه. الطبق ده بالكامل معمول في البيت، معمول بالمكنه دي. ونقدر ان احنا نعمل طبعا على حسب ما احنا عايزين في اي وقت. مش محتاجين ان احنا نروح محل مخصوص عشان نشتري الوافلز دي. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نقدم لكم حاجه تكون كويسه وتفيدكم على القناه عندنا. وكالعاده في نهايه الفيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانزلوا وبصوا على صندوق الوصف، هتلاقوا فيديوهات كتيره ان شاء الله تخص الجهاز ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.